من جانبه أكد مدرب المنتخب الكاميروني دافيد باغو على صعوبة المواجهة أمام المغرب في ربع النهائي، مشيرا إلى أن لاعبيه الشباب يطمحون لكتابة تاريخ وإضافة أسمائهم إلى سجلات المتوجين، فيما ركز المهاجم كريستيان كوفان على كامل استعدادهم لهذه المواجهة. الماضي لا يضمن الحاضر. نحن بكامل التركيز، وترى أنه إلى حد الآن المغرب هو في قمة التصنيف المنتخبات الإفريقية. علينا أن نتحداهم، لن يكون الأمر سهلا. سوف نحاول ونلعب بنقاط قوتنا، لذا دعنا نستمر في التركيز. وهناك لاعبون شباب وأكثر شبابا يريدون تدوين اسمهم في سجل الألقاب الإفريقية، فدعنا نتركهم يتقدمون خطوة خطوة. كأس أفريقيا هي إحدى أفضل البطولات. أنا لعبت في الفئات السنية وشاهدت مباريات كأس أفريقيا في التلفزيون. أصبح هذا الآن واقعا. بالنسبة لمباراة الغد نحن نستعد بشكل جيد ومركزون، ونعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكننا مستعدون لأي شيء.